الواد اللي قدامك ده حشر نفسه في حوار هو مش قده. انطلق في الرحله للبحث عن بقايا امبراطور مفقود مع حب حياته، ولكن المهمه صعبه عليك يا صاحبي. فهل هيقدروا يجمعوا البقايا كلها بالفعل، ولا الاحداث عندها الكلام تاني؟ وايه هو السبب اللي مخليهم يعملوا كده اساسا؟ انمي النهارده تقيل، حاجه كده فخمه فوق الوصف، وحرفيا قصه ليس لها مثيل، واوعدك وبكل تاكيد هتستمتع بكل ثانيه اكيد. فجهز نفسك لانك دلوقتي داخل على كميه دوبامين لا توصف. وقبل ما نبدا حابب اطلب منكم طلب صغير خالص، ولكن هيفرق معايا على الاخر. اولا كده يعني، فانا حابب اشكر قناه ملك الانمي على الدعم الجبار، ويا مرحبا يا مرحبا بكل اللي جاي من طرف قناه ملك الانمي. اهلا بيك يا صاحبي في قناتك الاسطوريه، اشترك واوعدك مش هتندم خالص. تاني حاجه بقى، انت عندك الصباع مش كده؟ ليه يا اسطى ما تفجرش زرار اللايك؟ انا يا جدعان عامل حسابي ومسيستم دماغي ان الفيديو ده ان شاء الله باذن الله يوصل 1000 لايك. صحيح عمرنا ما عملناها قبل كده، ولكن ثقتي في الله كبيره اننا نعملها المره دي. خلصنا المقدمات، يلا بينا نخش في الاحداث على طول. ده هو كورو، شاب غلبان على بابا الله مش لاقي ياكل، بيكون بيتجول في الغابه على امل انه يلاقي اي حاجه بتتاكل كده ولا كده، ولكنه مش لاقي. ولسه الواد خلاص هيمشي ويسمع صوت حد بيتحرك جنب منه، بيدقق نظر فيه وبيلاقي بنت طالعه من حيث لا يحتسب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بنت مش كده. الواد بيتخض شكلنا كده بالظبط، بيروح يسالها على اسمها وبتعمل ايه في المكان الخطر ده. بتقوله بالنسبه لاسمي فهو تشيكا، انما بعمل ايه انا ففي الحقيقه انا تايهه وعاوز اروح المدينه الفلانيه في المكان الفلاني. قال لها بس كده يا ست بسيطه، انا هدلك على المكان ولكن في المقابله توكليني على حسابك. انا جعان يا ماما، واحنا هنهزر؟ لا رجوله يا لا. وبينما هم يتناقشون عن ماذا سيفعلون اذ فجاه وحش بالعم بيهجم عليهم. كورو على طول من غير تفكير اخد تشيكا وفتح سبراي وهاتك يا جري. الجري نوصل جدعانه برضو، بيوصلوا عند نهايه الطريق والاتنين بيقعوا في الميه، بيمسكوا في التابوت اللي كان على طار تشيكا طول الوقت اللي فاتوا. البنت مرعوبه بتقول مش لازم يحصل كده، مش لازم التابوت ده يضيع او يغرق مني في الميه. كورو قال لها يا ست ولا اي حاجه، امسكي بس وما تقلقيش مش هيحصل حاجه يعني. لكنها بتقول له انت مش فاهم اي حاجه. وبعد عناء طويل بيوصلوا اخيرا على الشط، بيشموا نفسهم حبتين، ولكن بوما من غير مقدمات لقى اللي نازل عليهم. انت تاني؟ لكن كورو عمره ما يستسلم يا صاحبي، بيفعل فن الدماء بتاعه والهلا بتحوطه من كل مكان. بيقول لتشيكا تفضل وراه وهو يتولى امره، لكنها برضه مش هتسيبك يا معلم. بتطلع هي كمان ساحره جباره وقدراتها نار. بتقول له جمال انت من قدام وانا احميك من ظهرك. ايوه كده في شخويا يا جدعان. كورو بينطلق عليه بكل موته من قوه الوحش، بيعافر معاه حرفيا. بيفضل في حاله كارو وفر لحد ما بوم انفجار شم الاطاح بذلك الكائن الغريب ارضا. ايوه دي طلقه ناريه مدموجه بالسحر الرهيب مع شويه سرعه، وهي دي اصدقائي احدى قدرات تشيكا. كورو بياخدها بعدها على المدينه، البنت بتدخله مطعم وبتوكله زي ما هي وعدته. الواد بينزل في الاكل بسم الله الرحمن الرحيم وهاتك يا دعك. يا ابني بالراحه انت بتاكل مش بتحارب يعني. ولكن للاسف الوجبه الجميله دي ما بتكملش يا عيني. يا حظك المهبب دخته يا رجاله. بتدخل المحل وهي متعصبه على الاخر، بتقول له بقى انت قاعد هنا في المطعم مروق دماغك وبتاكل مع الحته الجميله ورمينا انا كده الكلاب الشوارع. اخس عليك يا كوربا، هو ده اللي بعتك تشوف لنا اي حاجه ناكلها احنا الاثنين مع بعض تقوم بياني. ومين بقى حبيبه القلب اللي فضلتها عليا دي هي كمان؟ لا يا ست ربنا ده سوء تفاهم، يا انت بس كده وانا اشرح لك كل حاجه. بتقول له اهدى بعد اللي انت عملته ده انا هخليهم يسود على دماغك. بيقوم يجري منها لكنها بتجري وراه، بينشروا الدمار والخراب في المطعم كله. وبعد ما البنت بتهدى والحمد لله بتقول له يلا بقى يا اخويا وريني بقى تتحاسب ازاي ولا هتعمل ايه. تصدق بالله انا فرحانه فيك وربنا، اهو على الاقل تشوف لك شغلانه بدل ما انت قاعد كده متربع على مال وشك. ولكن وقتها الحته بتاعته الجميله بتدفع له تمن كل حاجه. اخته بتتعصب وبتقول له بص بقى يا برنس، يا تشتغل معايا من غير كسل او بتنجان، يا اما اخد الاموره منك ومش هتشوفها تاني على كده. ساعتها تشيكا قالت لهم على الهادي يا جماعه، انا هقول لكم على حاجه تريحكم انتوا الاثنين. بصوا يا رجاله احنا عندنا طلعه غشام الاغتيال الكونت البرت، ولكن المشكله ان الراجل ده كان من القاده العسكريين واحد من الابطال التسعه اللي انقذوا الملك في الماضي، وعلشان كده فلازم نتعامل مع المهمه دي بحذر شديد، وغلطه صغيره مننا هتودينا في داهيه. الاثنين بيقفوا على كلامها بيقولوا يلا او حاجه تسالي بدل ما احنا قاعدين كده ولا الشغل ولا مشغله. ساعتها اخت كورو اللي اسمها اكري بالمناسبه بتقول له بس هو احنا ليه نثق في قدرات البنت دي بالشكل ده؟ مش ممكن تكون ضعيفه وبتهري معانا في الكلام لا سمح الله، واحنا يا عيني غلبانين وعلى باب الله وقوتنا على قدنا. يا دوبك نوقف شويه حراميه نسرق حاجه نقتل فرخه، انما مش نختل الكونت البرت مره واحده. لا يا ست ما تقلقيش والله، ده
البنت دي جامده اخر حاجه وهتنفعنا. بتقول له وانا ايش ضمني، ووقتها بتلاقي رد اللي جاي عليها بسرعه الصاروخ. دي تشيكا ضربت احلى طلقه بالموضوع اللي معاه ضربات المكان كله عن بكره ابيه. اكرا بتقول له هو انا كده اطمنت، يلا بينا يا رجاله. في ذلك الوقت كان رئيس منظمه تدعى كليمان بيتكلم مع الكونت البرت، بيحاول يلغيه في الكلام على الامل انه يعرف انه معلومات عن الحرب الكبرى اللي حصلت في الماضي، ولكن الكونت مش سهل برضه. بيزنوه في الكلام وبيقول له امشي من هنا وما اشوفش وشك تاني. احقيقه يا جدعان ده باين هيبقى مرار طافح. يا ترى هل هيقدر فارينا يعملوها؟ بيروحوا عند القصر بالليل وبيشيكوا على المكان من الشرق والغرب وجميع الاتجاهات، بيطمنوا ان مفيش حد كده ولا كده، بيستعدوا لبدايه المهمه. بيروح عند القصر وكرو بيقتل اول جندي من غير ما يعمل صوت. اكرا في الوقت ده بتستعمل فن الدماء الخاصه بيها واللي كانت شبه بتاعه كورو بالظبط. بيدخلوا جوه القصر فعلا وقتها بيتفقوا ان هم يفترقوا، وكورو ياخد الطابق الاول بينما اكرا الطابق الثاني وتشيكا الثالث. قدرات الكونت البرت التحكم في الاشياء عن بعد. كورو مش عارف يعمل ايه، لكن وقت اخته بتوصل على المكان بيقول يا رب بسرعه يا اكري، ده الراجل ده طلع سحر قوته في مكانه. بيقول ايه اللي جابك هنا؟ هو انت مش المفروض ميته؟ انا متاكد اني قتلتك في الماضي. يا ترى ايه هي الاسرار والخبايا اللي حصلت في الماضي ده؟ بيهجم عليهم من تاني لكنهم بيخرجوا بره الاوضه بيقفلوا الباب. بنعرف وقتها حاجه مهمه جدا، الا وهي ان القصر ده بالكامل يعتبر هو جزء من قوه البرت. هو مستخدم اداه معينه يطلق عليها باسم الكنز، والاداه دي هي مصدر القوه دي. كورو بيقول لهم روحوا انتوا دوروا على الاداه دي وحاولوا توقفوها قبل ما نشغلوا عنكم. بيروح عند فعلا وبيعرف هدف تشيكا الحقيقي هو الحصول على تلك الكريستاله. في نفس اللحظات دي كان كورو بيعاني اشد المعاناه مع البرت، بينزل في ضرب يمين وشمال من كل مكان وكورو مش عارف يعمل معاه اي حاجه، لكن وقتها بيعمل حركه ذكيه جدا، بيشد النكفه تروحوا يوقفوا في المكان ده. كورو اكري بيسالوا تشيكا عن ايه السبب اللي خلاها تعمل كل ده علشان خاطر تسرق الكريستاله دي بس مش اكتر، ووقتها البنت بتطلع لهم فلوس مقابل المساعده اللي عملوها. وده معناه ان تشيكا قفلت كل ابواب المناقشه عن ايه السبب اللي خلاها تعمل كده. باختصار انتوا مجرد مرتزقه ساعدتوني في المهمه دي مقابل الفلوس. شكله الامر ده اخطر من اي حد يحكيه. ولسه تشيكا بتمد الكرة دي علشان يستلم الفلوس واللي بيزيحها لبعيد. ايوه اعضاء منظمه كليمان ووصلوا على المكان. بيقولوا الكرة سلمنا البنت اللي معاك احسن لك، انت ما تعرفش اي حاجه يا صاحبي، البنت دي خطيره جدا. قال له ده عند امك يالا، بقى عاوزني اسلمك البنت وهي في حمايتي؟ اعتبرها كده شتيمه يعني ولا ايه؟ بيغمز لاكري يعني وقتها بس اعضاء منظمه كليمان مش هيسيبوكم في حالكم. ساعتها كورو بيقول لاكري خد انت بالك من تشيكا قبل ما نشوف العيال دي عاوزه ايه. بتقول له تمام وبتاخدها بعدها وبتمشي. كورو بيروح يزاول العيال ولكن احدى اعضاء الفرقه بينطلق عليه، بيهجم عليه باستخدام سيفه، لكن كورو مش سهل برضه. بينزلوا في بعض دعك وتخبيط من كل اتجاه، وكورو بيديله احلى سكينه في كتفه جابت اجله، بعدها واحده بالرجل وضرب. يقولوا لو البنت دي جمعت اجزاء الامبراطور فهتحصل كارثه. القائد بتاعهم بيحاول يقنعه ولكن كورو مش راضي. قال له طيب بص انا فاهمك كل حاجه، قبل 500 سنه فاتوا كان في امبراطور فيها بصفتك مخرب يعني، والمخربين اللي مش فاهم باختصار فهو شخص هدفه الوحيد هو القتال. يعني بص حاجه زي هيسوكا من انمي هانتر كده بالظبط. واظن بعد ذكر هيسوكا فانتوا فهمتوا يعني ايه مخرب، يعني اشهر من نار على علن الراجل هو. ما علينا، مبتغاتهم الشخصيه. وده بيفسر ليه تشيكا كانت هتموت على الكريستاله دي موجود فيها احدى اعضاء الامبراطور جاز واللي هي ايده، بس ولد تشيكا عاوزاها من الاساس. ويتبين لنا في هذه اللحظه ان تشيكا هي الابن الوحيد للامبراطور جاز، تشيكا جاز. هدفها الحل هو جميع اجزاء والدها المفقوره وحكم البلاد من جديد. الواد بيكمل الكلام بيقوله علشان كده فاحنا عاوزين نقبض عليها، لانها لو حكمت فتجلب الحرب للمملكه واحنا ما صدقنا نسينا الحرب وعشنا في سلام. انا نحارب من تاني بدل الملل اللي احنا كنا عايشين فيه ده. يا ابن الهبله اعضاء المنظمه كلهم مصدومين. الواد حرفيا قفل كل حلول التفاهم في وشهم، وساعتها بيقرروا ياخدوها منه بالقوه. ولسه العيالات هاجموا لا اكري بتوصل على المكان، وبوم ولا حين غفله بينما كل ما تشتت طلقه بالبندقيه بتدمر المكان. العيال بتطير لبعيد واكري بتاخد كورو بيهربوا من المكان، وبيتضح لنا ان دي اساسا خطه عملتها اكري وتشيكا، عملوا كل ده لانقاذ كورو. بيرجعوا بعد البيت وتشيكا بيبعت بعدها رساله لقائد منظمه كليمان القائد جيليت بالتحرك في اسرع وقت ممكن هو كمان. جيليت قال له تمام، وبيبداوا بعرف مناقشه الخطه اللي هينفذوها. وفي ذلك الوقت بيوصل الشباب على مدينه ما بيدخلوا علشان ياكلوا. كورو بيسال تشيكا عن الخطوه الجايه اللي هيعملوها، ولكنها ذات نفسها ما بتكونش عارفه. لا طيب يا ست احنا كده هنعمل ايه يعني؟ بتقول له صبرك بالله يا خي، كل حاجه تحت الكنترول.
انا في معايا واحد مخبر بيقول لي على اماكن الابطال الثمانيه وعلى اماكن المدن وكل حاجه انا بحتاجها، وهو اول ما يجمع حبه معلومات حلوين هنبدا الشغل على طول. بيسيبوا المحل بعدها ويمشوا، لكن وقتها اعضاء منظمه كليمان بيوصلوا على المكان ده، بيفضلوا يدوروا عليهم هنا وهناك، ولكن العيال ملهاش اثر، وبيطلعوا انهم كانوا مستخبين منهم قاعدين في المنطقه دي. مستخبين منهم ليه يعني؟ من قوتهم؟ اكيد لا طبعا، دول مستخبين منهم علشان هم مش عاوزين يعملوا مشاكل في المدينه دي. وفي اثناء ما كانوا واقفين بيظهر وراهم شخص من العدم. كورو على طول بيهجم عليه، ولكنه بسرعه ما بيفرق هجومه وبيقول له يا عم انا مش عدوك والله، انا هو المخبر بتاعكم واسمي جي، وبقول لكم ايه صح، انا شايف ان تنقلكم بين المدن كده من غير عربيه ممكن يسبب لكم بعض المشاكل. انا اعرف مكان مليان عربيات موجوده وتقدروا تاخدوا منها اللي انتوا عاوزينه. بيدلهم على المكان، بيقول لهم كمان اللي ممكن يكون هناك واحده من الابطال الثمانيه، يعني يضربوا عصفورين في حجر واحد يا معلم. كورو قال له ايه السبب اللي مخليك تساعدنا كده من غير مقابل؟ قال له ما فيش يا عم والله، ده انا مجرد شخص بساعد تشيكا في تحقيق اهدافها فقط لا غير. بيختفي بعدها والعيال بتنطلق لهناك فورا. بيوصلوا على المكان بيلاقوا اكتر من عربيه هناك. تشيكا بتروح على احدى العربيات وبتنظفها وبتظبطها وبتروق عليها، بتسوقها بعدها وبتفضل ماشيه وهوبا العربيه بتقع في الميه. كورو واقف يتنقط حرفيا، بيقول ده شكلها تتعبنا معاها. بعد ذلك بيتناقش اعضاء فرقتنا مع بعضهم البعض، بيقولوا ان الملكه دومينيكا اللي تعتبر واحده من الابطال الثمانيه موجوده هنا، لكن المشكله انها بتمتلك احدى التنانين الاسطوريين اللي يقال ان قوته جباره. اكر بتقول لهم ده انا سمعت هذه القصص عن التنين اللي معاها ده، ومن اهم القصص دي ان كان في مجموعه تايهين في الغابه، المهم بيلاقوا كهف غريب كده وبيدخلوا جواه، واول لما بيدخلوا بيسمعوا اصوات غريبه زي صفير ونقير وحاجات غير مألوفه. عارفين الكهف ده طلع ايه؟ كان هو بق التنين ده، يعني الكهف بالكامل كان فتح بق التنين ده بس مش اكتر، واصوات السفير والنقير دي كانت هي اصوات تنفسات ذلك التنين. التنين بيبلعهم بعدها والعيال كلها بتموت. تشيكا بتقول لك خلاص ما تكمليش، خلينا الصبح مش وقته دلوقتي الحكايات المرعبه دي. اكر بتقول لهم في حاجه مهمه نسيت اقول لكم عليها، ان التنين ده بينام بالليل وبينشط في النهار، وده معناه ان احنا لازم نتحرك دلوقتي قبل شروق الشمس. بيخلصوا اكل بينطلقوا ناحيه الغابه، وفي اثناء ما كانوا ماشيين بنتوصل الى معلومات غريبه جدا، الا وهي ان تشيكا فكرت جميع ذكريات ماضيها اللي كان وقت حدوث الحرب. باختصار هي مش عارفه الحرب على ابوها انتهت ازاي ولا ايه اللي حصل، وكل اللي عرفته في الاخر ان ابوها مات. وساعتها اكر بتاكد لكورو الكلام ده، بتقول له مش هي بس اللي حصل معاها كده، ده ناس كتير حصل لهم نفس الموضوع ده وفقروا الذاكره بتاعتهم، وشكله في حد او منظمه سريه كبيره هي اللي ورا كل ده. المهم في اثناء ما كانوا ماشيين بالعربيه بيظهر وراهم عشرات الكلاب الكهربائيه، ودي كلاب بتقدر تخرج من بقها صواعق كهربائيه وبيصعقوا اي حد في طريقهم. كورو بيقول لتشيكا تعدل 5 وتنطلق باقصى سرعه بتمتلكها العربه. بتعمل كده فعلا ولكن بلا فائده، الكلاب بتطلق هجومها وكورو بيلحقها في اخر لحظه. بيقول لك تاخد بالها من تشيكا عقبال ما هو ينزل ويشوف الكلاب دي عاوزه ايه. بينزل فعلا وبيتقاتل معاهم لحد ما بيقدر يخلص على واحد منهم، بيمسكوا بعدها بيقول لي باقي الكلاب تتراجع والا هيقتلهم كلهم. تشيكا واكر بيبصوا عليه ولكنه قال لهم ما تقلقوش عليا، انا مش هيحصل لي حاجه. بيتحركوا من المكان وبيمشوا للبعير، وساعتها الكلاب دول بيغفلوه، بيظهر واحد منهم من وراه بيصعقوا صعقه قويه جدا. كورو بيقع على الارض والواد خلاص هيودع، وفي اخر لحظه بتوصل بنت غريبه على المكان وتوقف جميع الكلاب، كلهم بيهربوا بسرعه بمجرد ما بيشوفوها. كورو مستغرب ومش عارف هي البنت دي مين. بتطمن عليها واكري وتشيكا بيجوا على المكان وبيروحوا كلهم عند القصر الخاص بيها، وبتطلع دي هي نفسها دومينيكا حاكمه البلاد وواحده من الابطال الثمانيه اللي هزموا الامبراطور غاز ده. هم اصلا كانوا بيدوروا عليكي، وده بيوفر عليهم على البحث عنها، وكل العالم دلوقتي يقتلوها وياخدوا منها بقايا الامبراطور. لكن دومينيكا بتتعامل معاهم بطيبه كبيره وبتضيفهم عندها في القصر وبتظبط لهم الكلام. العيال احترموا مبقوش عارفين يعملوا ايه، من جانب عاوزين يقتلوها علشان ياخدوا منها البقايا ويحققوا اهدافهم، ومن جانب تاني مش عاوزين يعملوا كده علشان هي عملتهم باسلوب كويس. كور بيقول لهم خلاص انا عندي حل هيريح الطرفين، احنا نعرض عليها بكره الصبح انه لا تدينا بقايا الامبراطور. والله وافقت كان بها، ما وافقتش يبقى ما فيش قدامنا حل غير القتال. كورو فعلا في اليوم التاني عرض عليها لكنها اتعصبت جامد، بتقول له انا صح معايا بقايا الامبراطور، ولكن لو انت عاوز تاخدها يبقى ما فيش قدامك غير حل واحد فقط لا غير، القتال ثم القتال. يا نهار ابيض، دومينيك قفلت في وشهم كل حلول التفاهم. بيرجعوا على اوضتهم مره تانية وبيبداوا يتناقشوا الخطه اللي يعملوها. كورو قال لهم ما فيش خطه نعملها اساسا، هو انا هقاتلها وخلاص، لكنهم بيقولوا له البنت دي وراها قصه كبيره، اذا هي ما اتفاجئتش لما شافت تشيكا اول مره. لو تفتكروا كنت البرت لحظه ما شافت تشيكا كان هيموت من الرعب، اكيد البنت دي مخبيه حاجه كبيره ولازم نكتشفها. كورو بيروح لساحه القتال ودومينيكا بتستعد لقتاله، بيفرفن الدماء بتاعه الاثنين بينطلقوا على بعض. دومينيكا بتجمع باستخدام سيفها بيكون خلاص هتصيبه، ولكنه بيقدر يفلت منها في اخر لحظه. بيرمي عليه احدى السكاكين اللي معاه السكينه بتصيبها في كتفها، لكنها على طول بتقدر تعالج الجرح بكل سهوله وبتهجم عليه. اكيرا بتتدخل في القتال
تلاقي كمان القتال بقى ثنائي الاطراف. دومينيك بتحاول تصيب اكيرا ولكن البنت سريعه جدا، ومن ورا كمان تشيكا بالجهاز نفسها علشان تطلق عليها بالبندقيه والقتال اصبح ثلاثي الاطراف. ساعتها كورو بيروح عن التمثيل اللي كانت على شكل دومينيك بيدمرها كلها، وبمجرد ما بيعمل كده البنت بتنهار وبتقول له وقف ارجوك ما تدمرش التماثيل دي اكتر من كده. كورو قال لها وده ليه يعني؟ انا دلوقتي عرفت كل حاجه، انت مش دومينيك الحقيقيه. بس ازاي يا جماعه؟ هنشوف دلوقتي. البنت بتنكر الكلام ده ولكن بومبا طلع راهبه قطعها بتلك الفتاه ارضا، ووقتها طاقه غريبه بتطلع منها وبتتحول لتنين عملاق. هو ده الشكل الحقيقي اللي كان التنين مخبيه علينا طوال الفتره اللي فاتت. بيهجم على كورو من تاني الواد بيحاول يفاديه، وهوبا التنين بيقع على الارض في لمح البصر. اكر بتقول والله والسم اللي انا حطيته في الاكل طلع بيأثر اهو. ووقتها بنفهم ان كل اللي حصل ده كانت خطه الفريق بتاعنا مدبرها للتنين العملاق. هم من البدايه اصلا كانوا شاكين ان في حاجه غريبه بتحصل. التنين بيقوم من تاني بيقول لهم هو انتوا فاكرين ان السم زي ده هيأثر على تنين زي ده؟ في احلامك يا انت وهو. بيكون لسه هيجموا ولكن تشيكا من ورا بتديله احلى طلقه يا برنس بتأثر عليه جامد، ومن قدام الكور باستخدام خنجره بيديله القاضيه اللي بتخلص عليه. التنين بيقع على الارض وساعتها بدا يحكي لنا كل حاجه. بيقول ان دومينيك الحقيقيه ماتت من فتره، كانت مصابه بمرض خطير، البنت بعد الحرب ماتت على طول، ومن ساعتها وانا متاثر باللي حصل ده وعلقت صورها في كل مكان وحاولت شكلي على شكلها. المهم العيال بتاخد بقايا الامبراطور اللي كانت موجوده في المكان وبيقرروا انهم يمشوا، وساعتها التنين بيتخذ شكل بنت تانية غريبه مختلفه عن اللي قبلها. بتقول لهم انا هي فريدك، او تقدروا تقولوا ان هدفي الجديد هو قتلك يا كورو، وعلشان احقق الهدف ده فهفضل جنبك في كل حته لحد ما اقدر اقتلك. قول انك بتحبيه وخلصينا. كلهم بيمتطوا العربه بعربه يخرجوا جميعا من تلك الغابه. اصبحوا 5 افراد الان، ولو حد سأل من الفرد الخامس يا بستأفى اقول لكم القطه الجميله دي. فيا ترى ما هي وجهتهم الجديده؟ وهل سيتمكنوا من الحصول على جميع بقايا الامبراطور؟ هنشوف دلوقتي. بننتقل بعد ذلك لاعضاء منظمه كاليمان، واللي كانوا وقتها بيتدربوا كلهم استعدادا للحرب القادمه. بيقولوا احنا لازم نوقف شويه العيال دول قبل ما يدمروا العالم، وبيطرح انهم نشروا ملصقات مرسوم عليها صور كل من تشيكا وكورو واكري، والملصقات دي نشروها في جميع المدن والمناطق المجاوره منهم. احدى الاعضاء بتيجي عليهم وبتقول لهم احنا عرفنا المدينه اللي هم بيتواجدوا فيها. القائد جليت قال لهم طيب احنا مستنيين ايه؟ يلا بينا بسرعه على هناك. في ذلك الوقت كان العيال عرفوا بموضوع الملصقات ده، بيقولوا احنا لازم نسيب المدينه ونمشي في اسرع وقت ممكن. وفي اثناء ما كانوا ماشيين بيلاقوا قدامهم فجاه شخص مجهول. كورو بيقول لاكري تاخد بالها من تشيكا قبل ما هو يشوف الشخص ده عاوز منهم ايه، لكنه اول لما بينزل الولد بيهجم عليه على طول. كورو بيتفادى هجومهم والاثنين بيدخلوا على بعض. الشخص المجهول بيستخدم سيفه اللي كان طويل فشخ، وانا نفسي مش عارف هو رايح لحد فين. كورو بقى كان بيعاني مع السيف ده اشد معاناه، لكنه بيقدر يلاقي حل وبيكتفها بالكامل. في تلك الاثناء كل من اكري وتشيكا قاعدين وفجاه بيهجم عليهم اشخاص تانيين. دي عصابه كامله يا جماعه. بيقبضوا على تشيكا واكري بتحاول تنقذها، ولكن البنت بتاعت البندقيه دي مستفزه جدا. كل ما اكري تكون خلاص قربت من تشيكا تقوم رزعاها طلقه، كل ما تيجي تقرب تضرب طلقه لحد ما طفشت البنت يا عيني. العيال وقتها بتلاحظ العربيه بتاعت منظمه كليمان جايه عليهم وبيقولوا ما فيش وقت للتفاوض. كرو ساعتها قال الولد اللي كان ماسك تشيكا سلم واستلم يا معلم، هديك البنت تبعكم وفي المقابل هاخد تشيكا منك. لكن لما بيردش قالوا على طول اخر تشيكا وهرب من المكان. ايه يا ابن المفتريه؟ كورو قال اشمعنى هو اللي يعمل كده يعني، وقام واخد البنت هو كمان. واول لما بيمشوا اعضاء المنظمه بيوصلوا على المكان وبيستنتجوا انه كان في حرب سحريه حصلت هنا قبل شويه، وده معناه ان في احتماليه كبيره تكون تشيكا والمخربين اللي معاها قريبين من هنا. جيلي اتقال ما اظنش، لكن خلونا نفرض كل الاحتمالات. لو افترضنا انهم كانوا هنا فاحنا لازم نفترق. ساعتها الولد ابو صلاح قال له اخد انا الواد ليه واروح ناحيه سير الاقدام اللي في الارض، بينما انتوا روحوا على مدينه بريمان علشان في احتماليه برضه يكونوا هناك. واتفقوا جميعا على هذا الاساس. نروح بقى لاصحابنا اللي بعد ما خطفوا البنت لسه اللي طلعت في طريقهم، طلعت هي كمان اسمها تشيكا زي تشيكا اللي احنا عارفينها بالظبط. ومش كده وبس، لا دي كمان بتمتلك نفس صفاتها ونفس مواصفاتها ونفس اهدافها. البنت بقى كانت ساكته سكوت تام ومش راضيه تقول لهم على اي معلومات. العيال بتتعصب جامد وبيقرروا يعذبوها لحد ما تعترف بكل حاجه. في نفس ذلك الوقت وتحديدا عند الجامعه اللي خطفوا تشيكا اللي احنا عارفينها، كانوا اما كمان اتفاجئوا ان البنت بتمتلك نفس مواصفات صديقهم. الواد الاسمراني بيقول ازاي كده؟ هل يعقل ان الاثنين اخوات؟ لا برضو. فلو كانوا اخوات كان اسمهم هيكون مختلف على الاقل. بس استنى، في الفتره الاخيره مش الاثنين دول بس بيقولوا كده، ده في بلد كتير بتدعي انها بنت الامبراطور غزوت انها بتسعى وراء تجميع بقاياها. الجميع في حاله تخبط ومحدش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل. ده انا ذات نفسي تهت معاهم والله. الواد الاسمراني بيطلع تفقد الاجواء بره، ولكنه مش بيلاقي اي حد، بس بيلاقي وقتها رساله غريبه كده قدامهم فبيقراها، وبيطرح ان الرساله دي كانت من كورو اللي بيقول له تعالى لي بكره عند النار اللي جنب الشلال وسلم واستلم يا معلم. الواد فعلا بيقرر يروح هناك ويسلم تشيكا اللي احنا عارفينها. فاكرين بالي والواد الاصلع
بسرعه. ولاد الذكيه فضلوا يتتبعوا اثر الاقدام لحد ما قدروا يوصلوا عند مقر الواد الاسمراني وفرقته. لا وكمان عرفوا مجرد الرساله وعرفوا المكان اللي اتقابلوا فيه مع كورو. ده شكلهم ناويين اليوم على فخ ما يخطرش على البال. نروح بقى لكورو اكر واللي كانوا بيعانوا اشد معاناه مع الفتاه التي تدعي انها تشيكا. البنت ساكته من ساعتها ومش راضيه تتكلم كلمه واحده. اكر بتقترح انهم يعذبوها لحد ما البنت تعترف لهم بكل حاجه والواد بيوافق. وولد العبيط قال ايه بيعذبوها بانهم ياكلوا قدامها. ده انتوا طلعتوا غلبانين بصحيح والله. انا قلت هيحرقوها بالنار، هيعوروها بالسكينه، هيعملوا حاجه من الحاجات اللي بتفتح النفس دي. ولكن الظاهر كده ان الاكل قدامها مأثر فيها بشكل كبير، وده بسبب ان البنت بقى لها كام يوم ما بتاكلش. كورو بيلاحظ البنت بتبص عليه ببطنها عماله بتسوسن، فبيعمل حركه بنت وسخه. بيمسك السيخ وبيحط اللحمه قدامها وبيفضل يذلها يا عيني. بيقول لها لو عاوزه تاكلي يبقى لازم تجاوبين على اسئلتي الاول يا ابن المفتريه. طب الاكل ماله طيب؟ ولسه بدا يكمل كلامه لقى البنت خطفت منه حته اللحمه. يا نهار ابيض قطه يا جدعان. المهم بعدها البنت بدات تتكلم فعلا. بتقول لهم انا هي تشيكا الحقيقيه، البنت اللي معاك دي مزيفه. كورو قال لها ما طبيعي تقولي كده، لكن انا بقى اصدقك ازاي؟ هاتي لي دليل واحد على كلامك وانا اصدقك. وبقول لك انت هدفك برضه من تجميع بقاء الامبراطور غاز او ابوك زي ما انت بتقولي هو انك تعملي له جنازه تليق بيه؟ بتقول له لكن مش هخاطر مخاطره زي دي علشان خاطر اعمل لابويا جنازه، مش حلاوه ابويا يعني. انا ادمج جميع البقايا مع بعض واصنع قوه جباره، قوه اقتل بيها كل العالم، هقتل بيها كل اللي خانوا ابويا وخانوا مملكتنا. الانتقام مش في رايكم الاجابه دي منطقيه حبتين؟ كورو بدا يشك في الموضوع. بيقول الانتقام ماشي وكلنا عارفين انه يعمل كل ده، انما تخاطر مخاطره زي دي علشان مجرد جنازه تعملها لابوك؟ شكله تشيكا الاولى دي كدابه. دخلنا على شغل تحقيق ودلعني يا معلم. وفي اليوم التالي بيتقابل الفرقتان عند المكان المتفق عليه، لكن البنتين تشيكا وتشيكا اول لما بيشوفوا بعض بيحسوا بشعور غريب جدا، وكانهم كانوا عارفين بعضهم قبل كده، وشكله في سر كبير قوي ورا الموضوع ده. كورو بيقول الولد سلم واستلم من غير غدر، ولو حصل حاجه كده ولا كده فانا ربط تشيكا بالحبل، اشد الحبل على طول والاتفاق مش هيكمل. وكمان انا حاطط قنابل متفجره ولو حصل حاجه مش على كيفي فافجر الدنيا في ثواني. وفعلا الاتنين بيعدوا النار وكل منهم راجع للتيم بتاعه، ولسه البنات هتوصل لفريقها ولا 10 طيور غريبه نازله عليهم من السماء. لا دي مش طيور حقيقيه، دي طيور متحكم فيها من قبل السحر الخاص بالواد الاسمراني. دول وصلوا على المكان ومجهزين ليهم احلى كمين، ده كمان بيتحكم في الاسماك وبيخرجها من الميه. ساعتها الواد التخين بيقول لكورو كده الاتفاقيه مش هينفع تكمل يا معلم، خلينا ناجلها ليوم تاني تكون الدنيا ورد وهاديه ونعرف نتفاوض. كورو قال له خلصانه، وبيطرح ان الولد الخبيث كان حاطط البنت اللي معاه بالبندقيه فوق الجبل ومخطط يغدر بيهم. يا ابن النصابه. كورو اصلا كان متوقع كده من البدايه وعلشان كده قال له قنابل ومش قنابل وبتاع. هي قنابل لكن قنابل دخانيه، واللي بيستخدمها كورو في المعركه الحاليه علشان يخفي اثره. ساعتها تشيكو مرضى احمر بتقول له فكني انت بس ومالكش دعوه، انا خلاص قررت ان اتقاتل معاكم جنب لجنب علشان نقدر نخلص المعركه دي على خير. كورو راح علشان يفك، ولكن اكر قالت له استنى عندك، هو اي حد يقول لك كلمه كده تصدقوه؟ مش جايز تكون بتخدعك مثلا او حاجه؟ قال لا احنا هدفنا هو المصلحه العامه، التخلص من الخصم والفوز في القتال، وعلشان احقق الهدفين دول فاعمل اي حاجه علشان اعيش. بيحرر تشيكو مرضى احمر وبدا السيف بتاعه البنت عامله شغل عالي العال بصراحه، دي بتقتل بالعشره في ضربه واحده. كورو واكر هم كمان من بدعين والجميع يقاتل، ثلاثتهم قد اتحدوا لقتال تلك الوحوش الغريبه. بيخلصوا عليهم كلهم في لمح البصر وبيمشوا من المكان. بعدها الواد الاسمراني واقف مصدوم، بيقول انا ما كنتش متوقع انه يحصل كل ده، شكلنا كده اخطانا في تقدير قوتهم، بس هو اذا كان في اتنين تشيكا مش المفروض انها شخص واحد؟ ساعتها اللي بيستنتج نظريه مقنعه جدا واقنعتني بصراحه. بيقول بما انه في اكتر من تشيكا فمش بعيد كل الملك اتجوز كذا واحده وسمى كل الاطفال اللي اتولدوا باسم تشيكا، وده علشان نضمن انه يكون في وريث ليه مستقبلا. الواد الاسمراني قال له تصدق لا؟ السؤال بقى هل فعلا كلامي ممكن يكون صح ولا ده مجرد استنتاج بس مش اكتر؟ ننتقل بعد ذلك لرؤساء الممالك السته واللي كانوا بيتناقشوا عن احوال البلاد ووضعها والكلام ده، لكن ساعتها واحد منهم بيقول طيب وبالنسبه لقضيه البنت اللي اسمها تشيكا يا حضارات الملوك؟ قالوا له وانت منهم؟ الناس اللي بتصدق التخاريف والكلام الفاضي اللي بيتقال ده كلهم عرضوا رايه، حتى كمان الملك اللي قاعد مكانه فيهم بيقول له يقفل ملف قضيه البنت دي. بيقول له احنا اليومين دول هنركز بس في المفيد، الزراعه، الري، الصحه، الشؤون والمصالح العامه وهكذا. القائد الاعلى بيتخذ قرار بيقول لهم احنا هنستثمر في الزراعه، لا تقول لي لا تشيكا ولا امبراطور ولا بتنجان. الملك اللي عرض عليهم الفكره وتم اتصل بجلته بيبلغوا باخر الاخبار، بيقول له اقفل ملف القضيه دي وما تتحرش في امرها مره ثانيه. جلد
مش فاهم اي حاجه، ولكن ما باليد حيله، هم ما يقدروش يعرضوا امر الرؤساء الكبار ايا كان. نروح بقى لاصحابنا الحلوين اللي كانوا رجعوا على مكانهم المعتاد. فيرديك اول ما بتشوفهم بتقول تشيكا الجديده ايه ده يا بنت يا تشيكا، انت غيرت تسريحه شعرك ولبسك ولا ايه؟ كورو ولا ده انت حاسه التمييز عندك ضيع خالص، الاتنين شبه بعض لكن مش الدرجه دي، متهيألك يا كورو والله، ده انا نفسي توتو وانا بسجل الاحداث حرفيا. كورو بقى السبب المبتدأ ومسك في الخبر، كل اللي فرق معاه انه مش عارف يتحركوا حركه واحده بالعربيه بسبب انها بتشتغل بالسحر. فيرديكا بتقول انت مزعل نفسك ليه يا عم؟ انا اسولك انا ولا يهمك، لا دي محتاجه للسحر علشان تتحرك. فيرديكا قالت له ما تقلقش انا بعرف استخدم السحر واظبط لك الكلام. كورو بيروح بعدها يقعد مع تشيكا لبس احمر شويتين اللي عرضت عليه عرض غريب جدا، بتقول انا عاوزك تساعدني في رحله واديك ضعف التشيكا اللي معاك دي هتدفعه لك. لا انا مخرب وحياتي كلها عايش على التخريب ولكن عندي وفاء للشخص اللي انا شغال معاه. باختصار استحاله ولا يمكن اقبل عرضك ده، لكنها بتضغط عليه في الكلام لحد ما في الاخر الواد لان شويه وقال لها خلاص يا ست سيبيني افكر. كريمه في الوقت ده كانت ماشيه بتتجول في شوارع المدينه، ولكن فجاه شخص غريب بيمسكها من وراها، بيطلع هو الواد التخين ديفيد، بيتفق معاه على المكان اللي يبدلوا فيه الرهاين الا وهو وسط المدينه. بترجع اكر على مكان الفرقه وبتبلغهم بالاتفاق، بيروح عند المكان وبيسلموا البنتين فعلا، لكن الظاهر ان تشيكا مرداء احمر وقعت في حب كورو. بتروح الفرقه وهي متضايقه على الاخر وبتتمنى لو يحصل معجزه وتنضم لفريق كورو. التشيكا بتاعتنا بقى بتسلم على اصحابنا بيرجعوا على مكانهم وبيركبوا العربيه وبيمشوا. التشيكا بتقول له كورو ان الذكريات القديمه مفكوره ومش عارفه ايه السبب، وغالبا كل نسخه التشيكا اللي زي ذكرياتها برضه مفكوره، وده معناه ان انا ممكن اكون المزيفه او اكون الحقيقيه. باختصار نسخ كلها فاكره نفسها هي الاصل والباقي مزيفين، وعلشان كده بقول لك ما تكملش معايا في المهمه دي اكتر من كده. لكن كورو لا انا هفضل معاك لحد النهايه، وزي ما بدأناها مع بعض فاحنا برضه هنخلصها مع بعض وهنفشخ اي حد يوقف في طريقنا. وساعتها بيلاقوا ديفيد ومعاه تشيكا واقفين بيعترضوا طريقهم. ديفيد بيقول له كورو تشيكا قلبها تعلق بيك، بتقول لي ما عندهاش مشكله تضم كل الفريق اللي معاك الا شخص واحد تشيكا، وده لانه ما ينفعش اتنين من نسخ تشيكا يكونوا مع بعض. كورو قال لها خلاص يبقى انت عدوتي من النهارده. بينطلق عليه الاتنين بيهجموا على بعض، كورو بيدخل على ديفيد بسكاكينه وكان هيصيبه. ساعتها كل من ديفيد وتشيكا بيتحدوا عليه بيقدروا يجرحوه في وشه. اكري في الوقت ده كانت بتتقاتل مع القناصه بتاعتهم، بيستمروا في المناوشات لحد ما في الاخر البنت بتهرب منها. بنرجع لقتال كورو اللي يعني معاهم، ولكن هو بطل امن تشيكا بتعميهم. كورو بيستغل الفرصه بيفعل فن الدماغ بتاعه بيهجم عليهم. العيال اول ما بتحس انها تخسر بتنسحب من القتال على طول. كورو قال كده مش نافع، ده مش بس احنا مطاردين من قبل اشخاص بيلحقونا في كل مكان، ده دلوقتي بقى في جماعه كمان بيحاولوا يسرقوا البقايا اللي معانا، لازم نشوف حل في اسرع وقت ممكن. وتشيكا لابس احمر كانت واقفه مع فرقتها فوق الجبل بتقول قريب ينتهي كل ده، كلها مساله وقت وهوقف كل نسخه تشيكا المزيفه. وعلى ذكر تشيكا المزيفه فكرت نايمه في العربه هي وباقي الشله، ولكن وقتها بيلاقوا جي واقف بره فبيطلعوا علشان يشوفوه. كورو قال له انت بتجيب المعلومات دي منين؟ انت عارف مكان بيت الابطال مش كده؟ قال له دي حاجه ما تخصكش، وسواء انا عارف مكانهم او لا فانت مالك. كورو قال له انا حاسس ان في لعبه كبيره بتتلعب علينا، بس ماشي خلينا ورا الكداب لحد ما نشوف اخره ايه. وبعدها جي بيمشي من المكان، بيروحوا بعدها لوسط المدينه وبيستفسروا عن مدينه راديامو. الراجل ده بيقول لهم ده المنطقه دي خطيره جدا، منطقه الضباب بيغطيها من كل مكان وناس بتسميها بوادي اللا عوده، وده لانه اكتر من شخص راح هناك وبعدها ما سمعناش عنهم اي خبر. اللي بيروح هناك ما بيرجعش تاني يا ابني. كورو قال له تمام يا حاج وبيسيب المكان بعدها وبيمشي. بيقول لهم الابطال الثمانيه من ساعه الحرب الكبرى وهم مختفيين، وكمان في اخر فتره اتنين منهم ماتوا على ايدي تشيكا والمخربين اللي معاها واللي هم كورو واكر. يعني بيكمل الكلام وبيقول لهم انا عندي احساس انهم مصابين بلعنه من الامبراطور غاز بتضعف قوتهم وبتخليهم يختفوا عن الانظار. جيليت قال له استنتاجك ضعيف يا حضره الزعيم، انا برجح انهم بيختفوا كده بسبب انه معاهم بقايا الامبراطور غاز، والبقايا دي فيها قوه سحريه كبيره جدا وممكن تاثر على الشخص جامد. المهم اعضاء منظمه الكليمان دلوقتي لسه برضه بيتحروا في امر قضيه تشيكا. كليمان بينزلوا من العربيه والقائد بتاعهم بيقول له كورو استسلم احسن لك، ما تخافش انا مش هعمل لك حاجه لو سلمتني تشيكا. كورو قال له ده على جثتي، عارف انا هسلمها لك امتى؟ لما تحلم بيها في الحلم وتلاقيها بتضربك بالقلم، بس ساعتها بقى ابقى اسلمها لك يا اخويا. القائد قال له انت منهم، تعالى لي. لا كورو كمان بيتعصب على الاخر وبيقول له تعالى يا اخويا، وبيستعدوا جميعا لبدء القتال. فلمن النصر يا ترى؟ انه بتقول لاعضاء المنظمه استعدوا للهلاك. كورو قال جرى ايه بنت المجنونه انت، اوعى تقتليهم، احنا مش ناويين نقتل حد هنا، كل اللي احنا عاوزينه نهرب من المكان بسرعه. تاريخ سلام. الواد مكور يا عيني وعمال يجري وراها بيقول لي عملت كده يا تشيكا، ليه عملتي كل ده علشان اكري ماتت يعني؟ طيب انا قصرت معاكي في ايه؟ قوليلي جاوبيني.
وفجاه بيلاقي نفسه صحي وجنبيه تشيكا واكري. المهم كورو بيفوق بيعرف حقيقه اللي كان فيه. بيقول لهم طيب احنا دلوقتي كده هنعمل ايه؟ احنا لو طلعنا بره الحاجز ده فنغرق في الاوهام دي لحد ما اموت. تشيكا قالت له بسيطه، انا استخدم قوتي وانشر الحاجز بتاعي ده في كل مكان. لكن فريديكا بتقول لهم انا متاكده ان الراجل ده هو سيمون، انا كنت واحده من مساعدين الابطال الثمانيه وفاكره الشكل الوش ده كويس قوي. وعلى الرغم من ان شكل وشه اتغير كتير عن الاول الا ان الملامح لسه زي ما هي واحده. الراجل وقتها بعد لقد صرت وحيدا بلا اهل وبدون اصدقاء، وحينها قد تفقد رغبتك في الحياه وتصبح مثل صديقنا سيمون. المهم اللي بتاخد البقايا والراجل بيدلهم على المخرج وبيخرجوا فعلا. ودلوقتي فضل لهم 5 ابطال فقط لا غير. نروح بقى لجيليتو اللي كان بيتناقش مع القائد بتاعه. جيليت بيقول له احنا ما ينفعش نسيب قريه تشيكا دي معلقه كده، لازم نكمل تحريات فيها. انا في الحقيقه شنت عليه موجود من كام يوم ولكن كان لازم اعمل كده. القائد قال له هو انت بتعمل كده ليه يعني؟ هو انا مش قلت لك وقف القريه دي؟ انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ في ذلك الوقت كان الشباب ماشيين بالعربيه وفجاه بيلاقوا بيعترض طريقهم. لا مش هي المره دي، دول عصابه بيوقفوا الناس اللي معديه عن طريق استغلالهم لاسم تشيكا. يعني باختصار انت كده دخلت مملكه الامبراطور غازو مش هينفع تخرج منها يا معلم غير لما تدفع فلوس. تشيكا على طول بتديهم الفلوس، ولكن العيله وقتها بتطمع بتقول لهم مش هتعدوا من هنا النهارده. ولكن اصحابنا بيضحكوا عليهم وبيقعدوا معاهم كام يوم على اساس انهم فرقه بتقدم عروض وكده يعني. وفي الاخر بيمشوا من المكان في صمت تام بعد ما اكلوا من اكلهم وضحكوا عليهم وشلوحوهم. وكل ده كان من تخطيط الفتى العبقري كورو. ايه يا ابن الذكيه، اموت فيك كده الا لما بتشغل دماغك. لكنه في اثناء ما كانوا ماشيين العربيه بتخلص بنزين بتوقف تتحرك. بيقرروا انهم يدخلوا وسط المدينه ويدوروا على اي وقود كده ولا كده، ولكن دون جدوى. الناس كلها قافله المحلات، وده علشان النهارده يوم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب على الامبراطور. وعلى الصعيد اخر كان القائد جيلي خارج احلى خروجه مع البت فيفي ولا على باله. بيقول مش القائد الريكورد مش عاوز نكمل تحرر في قريه تشيكا، اهو انا عملت اللي هو عايزه، هو يكشف يفلح في حاجه. وفي اثناء ما كانوا ماشيين بيلاقوا ست عجوزه بتصرخ بتقول الحقوني حرامي. الحرامي بيطلع يجري ولكن على مين؟ فيفي بتقفشه زي الفرخه، وجليب بيقول له انت فاكر نفسك ايه يالا وانت بتسرق كده؟ هل هترضى انك تعيش اولادك على مال مسروق، مال حرام؟ قال له ما انت نبيل عايش حياتك مرفه ولا فارق معاك، انت عمرك ما هتفهم كلام ولا المعاناه اللي احنا بنعيشها. جيلت قال له انت ممكن يكون عندك حق في كلامك لكن السرقه مش مبرر يا صاحبي. المهم بيطلقوا صراحه بالفعل وبيكملوا تقدم. وفي تلك الاثناء بيجي لهم غراب الفرقه بيبلغوا من القائد دراري كورد محتاجهم في مهمه طرف، فبيروحوا لهناك على طول. وعلى الجانب الاخر كورو والزمالك كانوا ملوا زهقوا من البحث عن وقود سحر للعربه، بيروحوا يستريحوا حبتين عند النهر. وكورو بدا يحكي لنا عن ماضيه. بيقول ان الماضي بتاعي كان كله تدريب، حرفيا كنت بتدرب ليل نهار صباح مساء غروب شروق وفي كل وقت. وده لاني اتولدت مخرب، والمخرب حياته القتاليه بتبدا بمجرد ما بيقدر يمشي على رجليه. المهم اكري بتقول لهم انا مش مطمنه كده على العربيه بتاعتنا، ده احنا سايبين العربيه لوحدها مع فريديكا علشان ما اكدبش عليكم حاسه مش هتسلك فيها لوحدها، فاروح انا كده اشوف الدنيا عبال ما انتوا تكملوا بحث في المحلات المجاوره. بيروح عند احدى المحلات واخيرا الراجل اللي هناك بيطلع عنده وقود. اخيرا يا جدع ده العيال زهقوا. الراجل بيديهم الوقود اللي عنده ولكنه ما بيكونش كافي. قال له طيب ما تعرفش مكان تاني بيبيع الوقود بكميات مهوله؟ بيقول لهم مدينه الضوء غفراني، المدينه دي فيها كميه من الوقود الصحي رهيب جدا، وانا عندي شك انهم كمان بيستخدموا احدى بقايا الامبراطور لصنع الكميه المأهوله دي من المهنه. يبدو ان الحماس سيبدا الان. بيروحوا لهناك ولكن الناس اللي في المدينه كلها عماله بتبص عليهم وبالاخص تشيكا. كورو مستغرب بيقول ايه هو السبب نظراتهم دي يا ترى؟ بيروحوا احدى المحلات وبيدخلوا ياخدوا الوقود اللي هم عايزينه. بيسالوا الراجل بعد عن ايه السبب اللي مخلي الناس تبص عليهم بالصوره الغريبه دي وبالاخص تشيكا. قال لهم كل ده بسبب الضوء غفراني. ايوه الراجل ده مش سالك بربع جنيه، كل فتره والتانيه بيبعت الجنود بتاعته ياخدوا جزء من البنات اللي موجوده في المدينه، ويا عالم البنات دي بيحصل لهم ايه ولا بيروحوا فين؟ باختصار شديد ذهاب بلا عوده. كورو قال له طيب فين القصر بتاع الراجل ده يا عم الحاج؟ قال له فوقك. ايوه يا صديقي مالك مستغرب ليه؟ القصر المره دي قلعه طايره في السماء. العيال بترجع عند العربيه وبيبلغوا اكري باخر الاخبار. بيقولوا طيب احنا ندخل القلعه ازاي المره دي؟ مفيش قدامنا غير حل واحد بس، ان احنا نطير بالتنين اللي معانا اللي هو فريديكا يعني. بيروحوا يتحللوا عليها ولكنها بتقول لهم مستحاله، لو عاوزين تطلعوا لفوق يبقى لازم تخلوا كورو يقاتلني قتال حتى الموت. كورو قال لها يا ست ابوس ايدك خلاصي مش هو وقتك ده والله. بتقول له نو انا مش هغير رايي ابدا. كورو قال لها خلاص بعد ما خلص المهمه ليك عندي قتال يا ست. وفي الاخر بيخلصوا تفاهه وعبط وبيطلعوا بعدها فوق عند القلعه فعلا، لكنهم بيلاقوها مقفوله من كل الجهات ومفيش قدامهم غير حل واحد بس،
ايوه يطلعوا اكر عند النساء اللي بتطلع عند الضوء غفراني كل فتره، وبالفعل بياتي اليوم المنشور اكر بتطلع مع النساء اللي طالعه فعلا، بتدخل جوه القلعه بتغير مسار عن مسار باقي البنات، بتروح علشان تعرف مكانه. بس مش اكر لوحدها هي اللي طلعت مع البنات، ده كمان في فوق لسه من اعضاء منظمه الكلمه موجودين في المكان هم كمان. بس يا ترى ايه اللي جابهم هنا وايه هو هدفهم بالظبط؟ انا هقول لك اهو. في الحقيقه ملوك المملكه السته كانوا بعتوا مبعوث للضوء غفراني علشان يتفاوض معاه على انهم عاوزين يسيطروا على المملكه، ولكن المبعوث ده بيتقتل هو وكل جنوده ما سمعوش عنهم اي خبر، وعلشان كده القائد كونراد بعت في فوق لسه علشان يشوفوا الدنيا فيها ايه ويعرفوا الوضع. لكن باقي الملوك بيعترضوا على كلام كونراد وقالوا له احنا نبعت هناك جيش كامل، شغل الدنيا فيها ايه وما فيهاش ايه ده ما بياكلش عيش يابا، احنا هنشن هجومنا مره واحده وندمر القلعه كلها عن بكره ابيها. كونراد قال لهم بلاش تهور يا جدعان يا جدعان، ولكن لا حياه لمن تنادي. ساعتها كونراد بيتصل على جليته بيقول له احنا في مشكله كبيره، الملوك قرروا يشنوا هجوم شامل على القلعه والدنيا تقلب دمار شامل، بلغ في فوق لسه في اسرع وقت ممكن حفاظا على سلامتهم. وبالفعل جليب بيبعت الطار بيبلغهم بالهجوم اللي هيحصل. كوربا وتشيكا وفريدكا قرروا يطلعوا عند اكر ويشوفوا الوضع، بيوصلوا له هناك وبيدخلوا، لكن للاسف اكر ما وصلتش لاي معلومات، لكنها بتقول لهم لو احنا عاوزين نعرف مكان البقايا يبقى لازم نطلع فوق عند مكان الضوء غفراني ذات نفسه. بيروحوا فعلا، ولكن في خلال الطريق بيتفاجئوا بالجنود اللي في المكان بيهجموا عليهم، بيطعنوا فريدكا بالسكينه بيوقعوها من على السور. وها قد بدأنا. كورو قال لو فضلنا كده مش هينفع، لازم نفترق وكل منا يروح يقاتل في مكان معين. بياخد تشيكا بيروح يستخبوا من الجنوب بينما اكر تقاتل، ولكن للاسف الجنوب بيتكتروا عليه بيكتفوه بياخدوه عند مكان الضوء غفراني. والمفاجاه انه طلع ايه؟ حته عيل صغير يبان عليه طفل بريء، ولكن المظاهر خداعه يا صاحبي. الطفل اللي قدامكم ده قتل ابوه، قتل امه، اخواته، ابعد العائله كلها عن بكره ابيها. يا نهار من البنيله ده منه هيبقى مرار طافح. بيقول اكر عارفه اكتر حاجه انا بحبها ايه؟ تشريح الناس بالسكينه الخاصه بيا. يا طفل يا مجنون ايه الشقاوه دي يالا؟ لكن المساعد بتاعه قال له خليها، احنا ممكن نحتاجها بعدين، هنخليها تساعدنا في اننا نعثر على باقي الجواسيس التانيين. لكن اكر طبعا مطير في الكلام وعلى شكل بيتحكم فيها باستخدام قوته السحريه. في نفس الاثناء كل ما كورو وتشيكا ماشيين وفجاه بيطلع عليهم بنت غريبه بتقول لهم ارجوكم ساعدونا، المكان كله مليان بنات مخطوفين غصبا عنهم. كورو لا خلاص نخلص المهمه بتاعتنا وهنشوف الحوار بتاعك ده، لكنها بتقول له لا ارجوكم تعالوا دلوقتي. هي البنت دي مالها كده؟ المهم بيروحوا معاها، ولكن البنت وقتها بتغدر بيهم وبتحبس تشيكا في السجن معاها. مش بقول لكم البنت دي وراها حاجه؟ دي طلعت هي حليفه الطفل اللي اسمه غفراني. يا حلاوه. كورو بقى كان واقف المفاجاه، اكر بتهجم عليه يا شباب، اللي هو بيستغرب وما بيكونش فاهم اي حاجه، بيقولها ايه اللي جرالك يا اكري؟ بيفضل يتقاتل معاه لحد ما في الاخر البنت بتهزمه شر هزيمه بتوقعه لاسفل القلعه. كورو شكله خلاص هيودع، وفي اخر لحظه بنلاقي بوبه سحريه ظهرت فجاه تحته بيتم انقاذه، واللي عمل كده هي اليسا من منظمه كلمه. فيفي بتقول لها انت عبيطه يا بنتي ولا ايه؟ الواد ده عدوك، انت ازاي تنقذيه كده؟ بتقول لها يا ست انا نفسي والله ما اعرف انا انقذته ليه، بس انا بقى يا صديقي عارف يا انقذته ليه. انقذته بسبب تسليك الكاتب. يا عالم زبتك برضه هينفع البطل يموت؟ مش راكبه. المهم بعد الاتنين بيتفقوا مع كورو انه يخرجوا مننا هم يساعدوا على الخروج، ولكن كورو قال لهم مش هقدر، لازم الاقي اصحابي الاول وبعدها نمشي من هنا. قالوا له خلاص يابا راشقين معاك في اي حاجه، المهم نخرج من هنا في اسرع وقت ممكن، وده لانه الحرب هتبدا بكره الصبح على طول، ولازم يخرجوا من هنا قبل اشتعال الحرب علشان ما يتحشروش في النص ويتم القضاء عليهم. بيبداوا بالفعل يدوروا على باقي الشله، ولكن وقتها بيشوفوا مشهد ما كانش حد متوقعه نهائي. بيبصوا على الجدار وبيلاقوا الدم خارج من كل حته، بيفتحوا الجدار وبيلاقوا اشخاص قد تم قتلهم بصوره بشعه جدا. هم دول ضحايا الضوء غفراني، واللي كان وقتها قاعد مبسوط ومنشكح على الاخر وبيقول ياه الحرب هتبدا كمان يومين والدنيا هتشعل واقدر اقتل زي ما انا عاوز. كم هذا رائع، يا له من شيء جميل وكميه دوبامين لا توصف. وانت اللي بتتفرج حط لايك علشان ما تبقاش اول ضحيه عندي، على انها ما اطلع لك من الشاشه واخلص عليك. المهم بقى عند تشيكا، فكانت قاعده مع البنت الخيانه في اوضه كده بيتكلموا مع بعض. ليلى بتقول لها انت هدفك ايه بالظبط من تجميع البقايا؟ بتقول لها هدفي انه انا اعمل لابويا جنازه. ليلى بتقول لها هو ده هدفك في الحياه؟ انبساطك متوقف عليه، حزنك متوقف عليه، زعلك، فرحتك، كل حاجه في حياتك متوقفه عليه. حرفيا دي حاجه اشبه بان في شخص بيتحكم فيك وبخلي ده هو هدفك الاساسي. ما سالتش نفسك
نفسك قبل كده ايه هو هدفك في الحياه غير ده؟ انت ما تعرفيش حاجه يا اختي، انت دوما بيتم التحكم فيها من قبل الامبراطور شخصيا. سحقا يا جماعه، هي دي الحياه اللي ما كانتش تخطر على بال اي حد فينا. تشيكا طبعا متكدبه وبتقول لها انت ايش عرفك ان الكلام ده حقيقي؟ وبتقول لها وده لان انا كمان احدى نسخ تشيكا. كلنا دوما مسيره نحو هدف واحد، تجميع البقايا الخاصه بالامبراطور غاز، وده لاننا صنعنا علشان كده اساسا. الامبراطور صنعنا عن طريق السحر الخاص بيه. استوب انا بقى كده اقول لكم يا جماعه الكلام ده كله كلام تافه ولا يمس الواقع باي صله. بقى في حد يصنع حد برضه؟ هل انت عبيط يا صديقي؟ احنا بنتفرج من اجل المتعه فقط لا غير، وما تروحش تدور على اسم الانمي لان الملخص منقل لك الانمي بحيث يتناسب مع الدين الاسلامي. ويلا بينا نكمل. نروح بقى الكرو البنات اللي معاه اللي كانوا لسه واقفين متسمرين مكانهم من بشاعه وقباحه المنظر اللي قدامهم. فيفي بتقول ده اكيد ريكورد غفراني هو اللي ورا كل ده. هو قتل كل دول علشان يقدر يحصل على اكبر كميه ممكنه من الوقود، قتل كل دول علشان خاطر يحصل على وقود سحري بس مش اكتر. يا لقسوة هذا العالم. نرجع بقى لتشيكا وليلى واللي كانوا ما زالوا يتناقشون. ليلى او بمعنى اصح تشيكا بقى بتقول لها انا كنت عارفه كل حاجه من البدايه، انا من اول يوم اتصنعت في قدرت اني اعرف كل حاجه عن ذكرياتي المفقوده، وده لاني امتلكت قوه علاجيه فائقه وذكاء خارق بيخليني اقدر افهم اي حاجه، وهي دي بقى الميزه بتاعتي. كل نسخه من نسخه تشيكا ليها ميزه معينه، وميزتي هي الذكاء الخارق. انت بقى عارفه ميزتك هي ايه؟ انا هقول لك اهو. ميزتك هي الاستعطاف. باختصار تستعطف اي شخص قدامك وتقنعيه بهدفك وتخليه يساعدك، يعني بالظبط كده زي ما انت عامله مع المخربين دول دلوقتي. تشيكا بتقول لها انت كدابه، انا مش بخدع حد، ولكن تشيكا التانيه بتضغط عليها اكتر واكتر. بتقول لها انت عارفه انا بقول لك الكلام ده ليه؟ انا بقول لك الكلام ده علشان المتعه. فشعور انك تحبط شخص قدامك وتخليه يتخلى عن هدفه لمجرد انه عارف الحقيقه ده شيء ممتع لا يمكن وصفه. حرفيا الدوبامين عندي بيطير لفوق بكل معنى الكلمه، وانا دلوقتي حاسه بنفس الشعور ده. فريدة كانت بتدخل ساعتها عليهم وبتقول لتشيكا التانيه يا بنت الهرمه ايه خلصتي كلامك ليه يا بنتي؟ كملي خلينا نكمل استمتاع. وبيطرح انها واقفه بتتصنت عليهم من بدايه الحوار ما بينهم. فريدة دي رايقه يا جدعان وربنا، حاجه كده اللوز اللوز. ولكن للاسف البنت ما بتكملش كلامها وتلاقي اللي نزل عليها من حيث لا تحتسب. يا ترى هل تم القضاء عليها؟ في ذلك الوقت كان كل من كرو وفيفي واليسا بيحاولوا يوصلوا لاعلى القلعه عن طريق الابواب السريه، ولكن بيهجم عليهم كلب وحش ابيض شيطان وبيعيق تقدمهم. القائد جليب بقى في تلك الاثناء بيروح يتفاهم مع القوات الحربيه اللي رايحه تهجم على القلعه في الصباح، بيقول لهم ارجوكم وقفوا هنا، مش هينفع تهجموا عليهم بكره. الجيش كله بيرفع عليه سلاح، ولكن بيجي القائد عليهم بيقول لهم مين الاخ الكريم؟ قال لهم جليد في جولد قائد منظمه كليمان. قال له اهلا بيك يا صاحبي. قلت لي بقى انت عاوز ايه؟ قال له عاوزك توقف الحرب دي ونحاول نهدي الامور ما بين الضوء غفراني بالحب والموده. قال له مالك انت خايف تاخد الحرب ضدهم ولا ايه؟ ما تنشف كده يا ضماد، انا ما اعرفش كده عنك يعني. قال له يا عم لا مش اللي في بالك والله، انت بقوتك دي مش هتقدر عليهم، وكمان لو دخلت الحرب دي فهتبقى حرب شامله بين الدول. قال له ولا الحرب دي هتفضل شغاله غصبا عن بوس ابوك وامك واللي خلفوك. الملك خلاص اصدر امر الهجوم يا حبيبي، انت مين بقى يروح امك علشان تولي وقف الحرب؟ جيليت ساعتها عارف ان مفيش امل في الكلام معاه فبيرفع سيفه عليه. قال له انت شكلك مش عاوز تجيبها البر، وانا مش هسمح لك تاخد الحرب دي باي شكل من الاشكال. قائد الجيش قال له ايه هو السبب اللي مخليك مصر قوي كده؟ جيليت بيقول له ده لان 2 من اعضاء منظمتي موجودين هناك، وانا لا يمكن ابدا ان اتخلى عنهم. في تلك الاثناء القلب بيكون محبوسه في القلعه وكل الابواب مقفوله في وشهم. كورب يقترح عليهم انه يتسلق من الشباك ويطلع لاعلى القلعه علشان يشوف الوضع. فيفي بتقول له واحنا ايش ضمننا انك هترجع لينا تاني؟ وفي الثانيه الاثناء بالله كورب ينقذها من عده ضربات كانت جايه عليها. بيقول يا ستة ما تخافيش انا معاكم ومش كذاب والله. اليسا بتقول له طيب وهل انت هتقدر تتسلق لفوق القلعه من خلال الهواء فقط لا غير؟ الموضوع صعب جدا. قال لا ما تقلقيش علي، انا مخرب ومتدرب كويس قوي على الحوارات دي. اكري ساعتها بتهجم عليهم وكورب بيقول لهم تقولوا انتوا امراء قبل ما يشوف الباقي. بيطلع لبره فعلا اللي بيبدا في التسلق. تشيكا كمان كانت محبوسه في الاوضه ومش عارفه تعمل ايه ولا ايه. الدنيا مش عادله من كل ناحيه والحرب النهائيه على وشك ان تبدا. القتل على وقتها بيامر باطلاق النار. بيطلقوا النار على قلعه غفراني وريكاردو برضه بيبدا في الهجوم. بيفضلوا يضربوا على بعض ولكن من واضح تفوق غفراني في القتال، لكن احدى الطلقات بتفلت منهم وبتنزل لتحت عند جليت والباقي بتدمرهم كلهم واحد ورا التاني. ما نجاش من الهجوم ده غير ليوناردو. يا ترى هل تم القضاء عليهم؟ في تلك الاثناء كان كل من فيفي واليسا ما زالوا يتقاتلون مع اكري. اليسا بتتشعلق في شباك وبتضرب عليها احلى طلقه. اكري بيغمى عليها ولما بتفوق بنلاقيها رجعت لطبيعتها مره ثانيه. بتعرف منهم كل حاجه، بيقرروا انهم يدوروا على
كورو والباقي بيروحوا لاحدى الاماكن وبيلاقوا فريديكا هناك سايحه في دمها. العيال اتصدمت، ولكن فجاه بيلاقي شخص طالع من بطن فريديكا وبتطلع هي فريديكا، ولكن حجمها اتخلص وبقت قزم صغير. اكري بتقول لها يا بنت انت ما بتموتيش. المهم اكري بتسالها اذا كانت هي عارفه اي حاجه عن مكان كورو وتشيكا. فريديكا بتقول لها ان العيال اخر مره كانت في الطابق العلوي. في تلك الاثناء كان كورو بالفعل في الطابق العلوي شغال يدور على تشيكا هنا وهناك. بيهجم عليه كلب شيطاني ابيض ولكنه بيخلص عليه في ثواني. بيستمر في تقدم بقى، وتشيكا كمان كانت قدرت تطلع من الاوضه اللي هي محبوسه فيها. بتدور برضه عليه، مفاجاه بتلاقي نفسها قدام ريكاردو وتشيكا رقم 3. بتسمعهم وهما بيتكلموا مع بعض وبيقولوا انهم ناويين يرجعوا الامبراطور غاز ارثر للحياه من تاني، وده عن طريق دمج بقاياه مع بعض. بنشوف كمان البقايا وهي قدامهم وشكلهم كده مجمعين اعداد مأهوله منها. هو في ايه بالظبط؟ تشيكا واقفه ومصدومه مش فاهمه اي حاجه، لكن وقت القلعه بتاعه العدو بتخبط في قلعه الضوء غفراني، مما ادى الى انهيار القلعه وحدوث بعض الاهتزازات فيها، وده اللي خلى تشيكا رقم 1 تقع قدامهم والعيال بتشوفها. ريكاردو غفراني بيطلق عليها وبيكون ناوي يقتلها، ولسه الواد خلاص هيخلص عليها واللي كورو وصل على المكان في اخر لحظه. فينك من زمان يا عم كورو. واخيرا قد اجتمع كل من كورو وتشيكا من جديد. كورو بينطلق على ريكاردو بيحاول يصيبه، لكن ريكاردو مش سهل برضه، بيضربه بايديه ورجليه وبيوقعوا على الارض. ولكن هل بكده خلص الموضوع؟ لا والله. كورو بيقوم من التراب بتاعه في بطنه بيخلص عليه. يا واخيرا يا جدع. تشيكا رقم 3 لما بتشوف كده بتسحب نفسها وبتمشي من المكان. العيال بتطلع بقى تاخد البقايا اللي كانت في الاعلى، واللي بتطلع هي رجل الامبراطور غاز. بيقرروا يطلعوا من القلعه بعدها في اسرع وقت ممكن، ولكن في اثناء ما كانوا ماشيين بنتفاجئ بظهور تشيكا رقم 3 وبتدي الكورو طلقه بالقوس بتاعها. يا نهار ابيض، ايه اللي جابك تاني يا بنت الهرمه؟ الواد بيخلط الطلقه من هنا وبنلاقيه اترمى لتحت من هنا، بيفضل ينزل وينزل والواد خلاص هيغرق في الميه. تشيكا بنت الجزمه رقم 3 بتفضل تستفز تشيكا في الكلام وبتحاول تغدر بيها، وفي اخر لحظه بتبص على الحيطان وتلاقي جاي واقف بيبص عليها. البنت بتترعب منه وتشيكا بتستغل اللحظه اللي بتهجم عليها بسلاحها وبتخلص عليها. بتنزل بعدها للاسفل تحت الميه علشان تنقذ كورو. بتفعل حاجز تحت الميه باستخدام سحرها بتخلي الواد يقدر يتنفس. بتاخده بتطلعه بره الميه وبيخرجوا بره والاوضاع بتستقر مره ثانيه. في نفس الاثناء كان الواد ريكارد قاعد هو وتشيكا رقم 3 بيتحسروا على اللي فات واللي جرى. بيقولوا للاسف احنا خسرنا في المعركه بتاعتنا، خسرنا في قتالنا ضد العيال دول، ولكن كل حاجه في الدنيا دي اسمها ونصيب. القلعه ساعتها بتنهار عليهم والعيال بتموت للابد. نروح بقى لفيفي وليسا اللي كانوا طلعوا من القلعه بالفعل هم كمان. بيوصلوا عند باقي الاعضاء وساعتها ليوناردو بيفاجئنا كلنا، بيقول لفيفي وليسا ان الجليد ما عرفش ينجو من اخر هجوم ومات للاسف. العيال كلها اتصدموا ومحدش قادر يصدق الكلام ده. فيفي صعقت من هول ما سمعت وشعرها بيبيض من كتر الحزن. ومعلش يا جماعه خرب عليكم المشهد، بس انا مستغرب والله يا بنتي، الناس القائد مات. انا معاكي تزعلي كل حاجه، ولكن شعرك ماله. ولكن الظاهر كده ان الحب ولع في الدار يا صديقي. نرجع بقى على اصحابنا الحلوين الجامدين اللي كانوا في ذلك الوقت قاعدين بيتناقشوا على اللي يعملوه مستقبلا. تشيكا بتقول لهم على كلام تشيكا رقم 3 وانها مجرد اداه مصنوعه علشان تدور على البقايا بس مش اكتر. انا وكل نسخه تشيكا كلنا دوم الامبراطور بتلعب بيها علشان نجمع بقايا ونرجعه للحياه من تاني. العيال بتقول لها طيب وانت كده هتعملي ايه؟ هل هتكملي في مشوارك رغم معرفتك بالحقيقه؟ بتقول لهم والله انا ما قداميش حل غير كده دلوقتي، فانا حرفيا ما عنديش اي هدف في الحياه غير الهدف ده. هو ده الشيء الوحيد اللي بيخليني احس بالمتعه وانا بعمله، وعلشان كده فافضل مكمله في الهدف ده لحد النهايه ولحد ما نشوف هي اخرتها ايه. كورو قال لها احنا معاك لحد الاخر يا ست الكل، وزي ما قلت لك قبل كده هقولها لك تاني دلوقتي، فاحنا زي ما بدأناها مع بعض هنخلصها مع بعض رغم كل المتاعب والصعوبات، واحنا خلاص يعني ما عادش فاضل كتير ونجمع باقي البقايا، فهيا بنا الى الهدف التالي. جاي بقى وبعد ما بيمشوا بيطلع من مكان اختباء وبيفضل باصص عليهم. بتفكروا في اللي انا بفكر فيه؟ هل يعقل ان جاي هو الامبراطور غاز؟ هل يعقل انه متنكر على اي طفل صغير؟ يا ترى ايه هي حكايه الواد جاي ده؟ وهل هو فعلا الامبراطور ولا هو شخص تاني؟ ويا ترى يوم مصر كورو وتشيكا والباقي في رحلتهم الجايه، وهل هيقدروا يلاقوا باقي البقايا؟ استنونا في الموسم الثاني من الانمي الجامد ده. واللي بصراحه كده زي ما قلت لكم في اول الفيديو مش هعمله غير لما نوصل الفيديو ده لاكتر من 1000 لايك، وبعدين انت كملت معايا لحد هنا فمستني ايه؟ حط لايك يا صاحبي وقول لك كملت الفيديو لحد الاخر علشان اقدر اميزك عن الباقي. ويلا اشوفكم على خير في فيديو قادم باذن الله، وروح شوف حالك يا انت وهو.